الساعة 10 بالليل بيوصل 4 جثث لمشرحة زينهم. جثة متحللة لراجل، وجثة ست، وجثة طفل صغير، وجثة عامل في الثلاثينيات من عمره. القصة دي حقيقية وعلى لسان دكتور تشريح شغال في مشرحة زينهم. كمل معايا الفيديو لأنك هتسمع واحدة من أغرب القصص المرعبة اللي ممكن تسمعها في حياتك. أنا أحمد بسيوني ودي قناة من غير تفسير. على لسان دكتور محمد بيقول: أنا كنت في مكتبي جنب تلاجة الموتى بالليل، وأنغام الست فيروز شغالة وأنا مبسوط ومزاجي حلو، وبعدها دخل عليا الممرض المفضل لقلبي وهو شعبان. شعبان كان جاي لي وهو لابس بدلة جديدة، فقلت له: إيه الحلاوة دي يا عم شعبان؟ قال لي: يا ريس أنا لسه جاي دلوقتي وكنت بقابل قبل ما أجيلك. تفتكر يا دكتور هو إيه الحاجة اللي بتعجب الست في الراجل؟ رديت عليه وقلت له: انه يكون مثقف طيب محترم ومعاه فلوس. ضحك شعبان وقال لي: يبقى انا كده يا ريس مش هتجوز وهمشي في الحرام. هزرت وضحكت معاه وقلت له: لا يا عم شعبان، هتتجوز وكل حاجه هتكون تمام. تعالى بس دلوقتي نشوف شغلنا، لان انا كنت مستنيك. الساعه 10 بالليل وصل لنا 4 جثث لقوهم في مزرعه فراخ. شعبان وقتها اتضايق شويه لانه جاي لي ببدله جديده. قلت له: بس تعالى يا شعبان نخلص شغلنا اللي ورانا. وبدأنا في تشريح جثة الراجل الكبير. كان جثة راجل عنده 70 سنة. الدود كان بيخرج من كل حتة في جسمه لأن جثته متحللة. وبعد ما عملنا شغلنا عرفت إن الراجل ده متوفي بقاله 9 أيام وفيه طعنة سكينة في رقبته. فهنا أنا وصلت لسبب الوفاة ووقت الوفاة، فقلت له: يا شعبان دخل الجثة التلاجة وتعال نشوف جثة العامل. شعبان جاب جثة العامل وحطيناها على ترابيزة التشريح، لكن جثة العامل كان على وشه نظرة رعب غريبة، زي ما يكون شاف حاجة مرعبة جدا قبل ما يموت. وهنا شكيت إنه ممكن يكون مات بأزمة قلبية، فبدأنا التشريح وبالفعل لقيته متوفي بسبب جلطة قلبية. والجلطة دي بتيجي لما يكون في رعب شديد جدا انت تعرضت له. بعدها قلت له: يا شعبان قفل الجثة وحطها في التلاجة، أنا هطلع بره أشم شوية هوا وهرجع لك عشان نكمل. ولما خرجت رحت للشيخ سعيد، والشيخ سعيد ده الحارس بتاع المشرحة، فقال لي: خلي بالك يا ريس، في حاجة غريبة في الجثث اللي جات لنا النهاردة. فقلت له: في ايه يا عم سعيد؟ قال لي: الشباب بتوع الإسعاف وهم جايبين الجثث كانوا بيقولوا إنهم بيسمعوا أصوات غريبة وبيشوفوا خيالات قدامهم وهم جايين في الطريق، لدرجة واحنا بندخل ال4 جثث في جثة مرضتش إنها تدخل المشرحة وعافرنا معاها كتير عشان تدخل. فقال له: ازاي الكلام ده يا عم سعيد؟ طب دي جثة مين؟ قال له: دي مش جثة الراجل المتحللة ولا جثة الطفل، دي جثة الست أو العامل. وهنا دكتور محمد بيقول: أنا بدأت أقلق، حسيت إن الليلة دي مش هتعدي بسلام، الليلة دي هتكون مختلفة. فدخلت وأنا قلقان لشعبان وقلت له: يا شعبان هات لنا جثة الست عشان نشوفها. ولما شفت جثة الست كان عندها عين مفتوحة وعين مقفولة، وعيونها شبه القطط بالظبط، ومفيش أي آثار كدمات أو طعنات أو ضرب على جسمها. لكن كان في حاجة غريبة، وشها كله متلطخ بالدم. وهنا بدأت أسأل نفسي: هو ده دم مين؟ فخدت عينة من الدم عشان أحللها وحطيتها على جنب لحد ما أكمل تشريح. ومن اللي أنا شايفه في الجثة دي، فالجثة دي يا إما اتعرضت لجلطة قلبية زي جلطة العامل، يا إما ماتت متسممة. فبدأنا تشريح وبالفعل لقيت كمية كبيرة جدا من سم الفئران في معدتها. فهنا بقى واضح ليا سبب الوفاة، لكن الدم ده دم مين مش عارف. وأنا بشرح الجثة طلعت موبايلي عشان أسجل زي ما بعمل كل مرة، لكن الموبايل بتاعي ما فتحش. حاولت أفتحه تاني يفتح ويقفل، حاولت مرة تالتة الموبايل ما بقاش يستجيب ليا تماما. وقتها ضحكت وقلت له: يا شعبان خلي بالك الليلة دي مش هتعدي. وفي وسط ما انا بعمل شغلي سمعنا صوت مرعب لقطة. بصينا حوالينا مفيش اي حاجة، وفجأة شعبان قال لي: يا ريس انا شفت قطة سودة كبيرة وشعرها طويل عدت من قدامنا دلوقتي. فضحكت وما ركزتش مع كلامه، مش عاوز ارعبه معايا. خلصنا تشريح في جثة الست وقلت له: يا شعبان حط الجثة دي على جنب دلوقتي لحد ما نشوف جثة الطفل. جبنا الطفل وخلينا اوصف لك الطفل.
الطفل عنده سنة ونص وفيه آثار شديدة لجوع. الطفل ده ما كانش بيتغذى كويس، وفيه آثار أصابع على رقبته. وهنا طلعت موبايلي عشان أسجل، الموبايل اشتغل عادي تماما من غير أي مشكلة. وفي وسط ما أنا بعمل شغلي سمعنا تاني صوت القطة وجاي من عند جثة الست. بصينا على الجثة مفيش أي حاجة، ما لقيناش أي حاجة تماما. عملت التقرير المبدئي بتاعي وقلت أطلع أحط التقرير المبدئي على المكتب، فطلعت الدور الثالث. وللعلم المستشفى وقتها كانت فاضية لأن احنا الساعة 3:30 بالليل. فلما دخلت المكتب وحطيت الملف سمعت برضو نفس صوت القطة. بصيت حواليا مفيش حد، فقلت أنا هنزل لعم سعيد وشعبان. وأنا نازل على السلم لقيت قطة كبيرة شعرها أسود واقفة قدامي وبيطلع منها نفس الصوت المخيف. قربت منها وأنا بقرأ الأذكار عشان ألاقي عيونها شبه عيون الست بالظبط، نفس العيون الملونة، وعلى راسها موجود حتة بتلمع. فقربت ليها وأنا بقرأ الأذكار مش بتتحرك. بعدها قرأت آية الكرسي وجيت أضربها برجلي، أنا ضربت الهوا. وبعد ما عملت كده أنا لقيت ضربة شديدة على كتفي لدرجة إن أنا وقعت. قمت ونزلت جري عند الشيخ سعيد وشعبان. الشيخ سعيد وقتها قال لي يا ريس على فكرة أنا شفت القطة دي، ودي مش قطة، ده جن، اللهم احفظنا. فقلت له بصوت هادي وانا مرعوب ربنا يستر يا عم سعيد. بعدها رحت عشان احلل عينة الدم اللي انا خدتها وطلعت دم قطة، لكن دم القطة كان مخلوط بسم فران. وقتها كلمت المباحث وقلت لهم الراجل اللي بلغ عن الحادثة دي انا عايز اسأله سؤال واحد بس، هل كان في قطط بتموت في المنطقة؟ وقتها المباحث سألت الراجل وقال لهم ايوه كان في قطط كتير بتموت في المنطقة، بس صاحبة المزرعة كانت بتقول انها بتحط سم فران للقطط عشان كانوا بيدخلوا المزرعة وبياكلوا الفراخ. وبعد ما عرفت ان الراجل اللي عنده 70 سنة عنده سوابق فتحت الملف بتاعه عشان الاقي انه كان متهم بقضية سحر، لكن مش هو الساحر، مراته كانت هي الساحرة وهو شال القضية مكانها. فهنا انا بدأت اجمع الخيوط شوية. الاربع جثث جولي يوم 14 من الشهر العربي، واليوم ده اللي السحرة بيعملوا فيه الطقوس بتاعتهم. فوقتها جمعت في دماغي ان يوم 14 الست دي كانت بتعمل الطقوس ولقت قطة ميتة بسبب السم بتاعها، فوهي بتعمل الطقوس ذبحت القطة وشربت من دمها، وده دليل على السم اللي انا لقيته في بطنها وعلى الدم اللي انا لقيته في وشها، وانها طعنت جوزها في رقبته وسابته 9 ايام. والعامل شاف موقف مرعب جدا، فلما شافه طب ساكت. والطفل الصغير كان ابنها، خنقته بدون قلب وبدون رحمة لحد ما روحه طلعت للي خالقها. طبعا التحقيقات مش بتعترف بالكلام ده، والقضية اتأيدت لضد مجهول، والسر ده اتدفن مع الاربع جثث ومع القطة السوداء. على لسان دكتور محمد بيقول مشرحة زينهم مكان مش طبيعي، مجرد ما بتدخله انت بتتجرد من العقل ومن العلم، وبيخليك تسأل نفسك كل يوم في جنون هو ايه اللي بيحصل في المكان ده. بس خليني انا اقولك ان اول جثة هتقابلك في مشرحة زينهم هي اللي هترد عليك وهتقولك هنا مشرحة زينهم. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة غريبة وعجيبة. سلام.